هلو عاملين ايه؟ زي ما انتوا عارفين احنا لسه في كورس تحضير المنح خطوة بخطوة، وزي ما انتوا عارفين جزء مهم جدا من التقديم على المنح هو اختبار إثبات اللغة الإنجليزية. النهاردة هنتكلم عن طريقة تحضير لامتحان الآيلتس مع مدرسين من البريتش كونسل. فمعانا أسيل المصري عندها أكتر من 12 سنة خبرة في تدريس اللغة الإنجليزية واختبارات الآيلتس ما بين مصر وعمان، وحاليا هي مدرسة لغة إنجليزية مع البريتش كونسل. هاي أسيل. هاي كل تمام؟ كله تمام. We also have Kevin Sterling from Scotland, who has 11 years of experience between Japan and Egypt as an English teacher and a teacher who prepares students for taking the IELTS exam in the British Council right now, right? That's Who right. are you, Kevin? I'm good, thank you. How are you? Okay, so I want to start with you, Kevin. As a student, what are the advantages that I take when choosing the British Council IELTS as a proof for my English over any other exam? The IELTS test tests the four main facets of communication, namely speaking, listening, reading, and writing. It's not so much a direct vocabulary test, but rather it shows the vocabulary that the candidates know and how they use them and use them properly, and how they understand them in the listening and the reading. But most importantly, it prepares them not only for social situations that they'll be put into, but also academic situations, which will be useful for those who are going to study and also those who are going to work. Okay, amazing. So I want to shift right now. أسيل، أنا عايز أسألك على حاجة كتيتشر في مجال الآيلتس. إيه هي الكواليتيز اللي بتدوري عليها في الستودنت بتاعك وأول ما يوصل لها يبقى جاهز إن هو ياخد الاختبار؟ هقولك مثلا في السبيكينج بارت، عندك مثلا لو انا الاكزامينر بيسالني سؤال ان انا ما اخدش وقت طويل، مثلا 30 ثانيه اقعد افكر في الاجابه. اوكي، سرعه البديهه بالظبط كده. سرعه البديهه، ما فيش تردد، ما فيش بوزز كتير، انا كل شويه اقعد طب فانت يعني انت في مثلا تكنيكس ممكن تتعمل ان انت تدي لنفسك شويه وقت تفكري، بس ان انت ما تبقاش متكرره كتير. اوكي، فالثقه بالنفس وسرعه البديهه دي اول حاجه. بالظبط كده. في كمان ان هو عنده افكار، عنده مثلا vocabulary كفايه، كلمات، اللغه، انه يقدر يشفت ما بين الجرامر من ناحيه مثلا انا بتكلم عن حاجه حصلت في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، فانا عندي different tenses ممكن استعملها، جرامر مختلف عشان اتكلم عن situations مختلفه، وما بقاش بكرر نفس الجرامر، يعني مش كل حاجه برد عليها بالpresent simple present simple present simple. اوكي، فتنوع الباك جراوند بتاعتي. وكمان الفوكابري، يعني مثلا مش هكرر كلمه also او مثلا friends، يعني بحاول افويد ان انا بكرر نفس الكلام. يعني مثلا لازم اوري للاكزامينر ان انا اقدر اتكلم في نفس الموضوع، واوريه ان انا عندي حصيله لغه ومرادفات للكلمه دي. اوكي، دول two qualities مهمين جدا. Kevin, from your own point of view, what are the qualities that you have to put in your student in order to make them ready for the IELTS exam? So very similar to what Asil has just said about the range, but also when it comes to answering the writing tasks is achieving the task itself, being relevant to the task, connecting ideas together, showing that range of vocabulary, grammar, and just making sure it all comes together, it's all logical. That's it. Okay, so we're gonna get into each and every section, speaking, writing, and other sections too. طيب أسيل، من خبرتي في الكلام مع الطلبة وكحد خد الآيلتس قبل كده، الناس بتخاف جدا من الاختبار ده. في وجهة نظرك إيه أكتر misconceptions أو معلومات خاطئة عند الطلبة عن الامتحان؟ انه بيشوفوا الامتحان من كتر ما هو صعب انا مستحيل اوصل للباند سكور اللي انا عايزه. اوكي. وساعات ان هما بيبصوا على الامتحان ان هو زي مثلا عارفه امتحانات ثانويه عامه اللي هو الامتحان الانجليزي اللي انت بتمتحني في الجرامر والفوكابري وكده، فهو بيبقى شايف ان الامتحان ممكن بالطريقه دي، بس هو اصلا الامتحان يعني المحتوى بتاع الامتحان بيتعامل معاك كانك واحد اجنبي، واحد انت مفروض، انا لو مثلا تقري مثلا جورنال او روايه، انا مش هقلل مستوى اللغه مثلا للطالب اللي هو لسه بيتعلم العربي، انا كاني بواجه اي حد بيعرف يقرا ويكتب عربي. فهو نفس الشيء برضو في الانجليش، هو يعني اللغه اللي هو بيستعملها او الاسئله اللي هو بيسالها على اساس ان هو انت عارف اللغه، وان انت بتتعامل مع انه واحد مثلا عنده حصيله لغه وبيقدر يرد ويجاوب، وبالنسبه له كانها لغه الام بالظبط زي العربي كده، فما تاخديش وقته لاي حاجه. اوكي، يعني انت عايزه توصلي لفكره ان الطالب يحس ان هو محطوط في مجتمع بيتكلم كله بالانجلش، اتاكد ان هو هيقدر يتحط في المجتمع ده ويفهم اللي بيحصل فيه ويقدر يتجاوب مع اي حاجه بتحصل. بالظبط كده.
اوكي، خلينا ناخد الاختبار خطوه بخطوه. اولا ممكن تقولي لي ازاي بحجز الاختبار؟ حلو قوي. لو واحد عايز ياخد امتحان الايلتس هيتوجه للمجلس الثقافي البريطاني، اي فرع. في كذا فرع عندنا في مصر، عندنا 4 فروع في القاهرة وفرع في اسكندرية. هيروح ويقول أنا عايز أحجز اختبار الآيلتس، هيشوف إيه التواريخ اللي موجودة. بس هو لازم يقرر إذا هو هيعمل paper based أو computer based. امتحان على الكمبيوتر ولا على الورقه؟ بالظبط كده. وايه الفرق ما بينهم؟ الفرق إن الكمبيوتر بيست ممكن يحجز في أي وقت، موجودة على طول أسرع. البيبر بيست بيبقى ليها تواريخ معينة. فهو مثلا مثلا أقرب تاريخ في أكتوبر، فما فيش مثلا بعديها بأسبوع هتلاقي نفس التاريخ، ممكن بعديها بأسبوعين 3 أسابيع على حسب الجدول اللي محطوط أو المواعيد اللي عندهم. فهو بيروح بيشوف ايه التواريخ اللي موجودة لو هو عايز ياخد كمبيوتر بيست أو بيبر بيست، وبعدين بيحجز الميعاد اللي هو المناسب ليه، وبعد كده خلاص بيخش يمتحن. حلو قوي. Kevin, can you tell me what to expect from the day of the exam? Like, this is a very important moment for each student. Yeah, so whether you're doing a paper-based or whether you're doing the computer-based, you're going to be grouped together with other candidates taking the exam together, and that will be the listening, reading, and writing sections. The speaking section, of course, is a one-to-one with the examiner, which is done individually. So that will be arranged at a separate time, whether that's on the same day or a separate day before the other sections or after. Okay, so I will be grouped with other students who are all thinking, who are all typing. How can I lose the stress and fear from the day of the exam? Do you have any tips and tricks? Remember that everybody is in the same boat. Yeah, true. Everybody else has that same feeling. You're not in competition with each other. You're just trying to do the best that you can do, get the best score that you can. So it's all on you. Okay. Everyone else, they're hopefully trying their best as well. Yeah. And hopefully everyone can come out on top. دلوقتي يا سيلا عايزه ابدا معاكي سكشن في الامتحان. تعالي نبدا بجزء السبيكينج او المحادثه. الاكزامينر بيدور على ايه في الكلام بتاعي كستودنت قاعد قدامه بيتكلم؟ حلو قوي. يعني مثلا في امتحان السبيكينج الاكزامينر بيدور على البرونانسيشن، النطق. والنطق مش شرط بس ان انا بنطق كلمه صح. ممكن مثلا ان انا let's say مثلا انا بعرف على نفسي، ما بتكلمش ببطء، ما بقولش مثلا انا اسمي أسيل، لا انا اسمي أسيل. اوكي. فبيبقى فيه فلوينسي فيها كمان، فدي حاجه كمان بيدور عليها. في كمان مثلا اللي حصلت اللغه، ان انا ما بكررش نفسي، وكمان ان انت بتقدري تدي امثله. يعني انا مثلا لو انا بعرف على نفسي، انا اسمي أسيل المصري، انا بشتغل في المجلس الثقافي البريطاني، انا بقالي 12 سنه بشتغل كمدرسه لغه انجليزيه وبدي ايلتس، فاقدر اتكلم عن نفسي وما بكررش، اللي هو مثلا اقول كلمتين واسكت وهو مستنيه الاكزامينر يسالني السؤال اللي وراه. اوكي. في دايما كده رول بنسمعها، ما تبطلش كلام غير لما الاكزامينر يوقفك. ده بالظبط صح ولا كده، غلط؟ بالظبط. يس بجد؟ بالظبط، لان هو اصلا انت مثلا speaking part 1 بتاخدي 4 ل5 دقايق، part 2 مثلا بيبقى عندك دقيقه بتحضري التوبيك، وبعد كده دقيقه لدقيقتين بتتكلمي فيه. والبارت 3 بقى الاكزامينر برضو بيسالك اسئله، وعندك مثلا 4 to 5 minutes، فهو بيقعد يسالك لما يحس ان هو خلاص انت جاوبتي وعرفتي بيوقفك خلاص. thank you very much you can leave. تمام. طب لو لقيني قاعده بكرر، يعني امتى احس ان هو مش مرتاح لاجابتي او شايفه ان انا بجاوب غلط؟ they will move on to the next question. من غير ما يبقى satisfied خالص. مش هيوديكي اي facial expressions حتى هو لو هو satisfied مبسوط ولا أو لا لا. خالص. ما ينفعش يديكي مثلا expression يقول لك لا خالص، ما فيش facial expressions. هو لانه they're professional طبعا، فهو بيتعامل معاكي اللي هو poker face على طول كده. تمام اوكي next question. وانت حتى لو مثلا let's say في سؤال مش واضح مش مفهوم، ممكن تسالي الاكزامينر اصلا ممكن تعيد السؤال ده تاني لو سمحت. اوكي، ده اوبشن عندي عادي. يس لو انت مثلا ما فهمتيش السؤال او ما سمعتوش كويس، عادي جدا ان انت تسالي ان هو يعيد لك السؤال. اوكي. فهو بيدور على حاجات كتير زي كده. وانه برضو احنا برضو في حته لما نيجي نتكلم بالانجليزي، دي شفتها كتير في الطلبه، تلاقي مثلا ايه بيدخلوا كلام عربي في النص، يعني اصل طب exactly. فدي اللي هي برضو بتاثر على السكورينج. بجد؟ اما انت المفروض تتكلمي انجليزي على طول، فانت مثلا بدل ما تقولي يعني تقولي let me think about this one. اوكي، فاتعلم ازاي؟ طب ثانيه واحده بس بالانجلش. Exactly. Just give me a moment I'll think about it كذا. او مثلا اقول مثلا that's an interesting question and then ده كمان بيدي لنفسك فرصه ان انت تفكري في اجابه السؤال. اوكي، حلوه قوي.
طب أسيل عايزة أسألك، لو أنا طالب الإنجليش بتاعي B1 هنتكلم متوسط، هل أقدر أوصل إن أنا أجيب سكور أو باند 7 في السبيكينج بارت؟ ولو ممكن كده إزاي؟ ممكن طبعا من خلال انا بقعد اشتغل على الحته اللي انا شايف نفسي فيها ضعيف. لو انا شايف ان انا مثلا ضعيف في حته السبيكينج، فانا محتاج احسن من فكره السبيكينج واقعد احاول اتكلم انجليش كتير، امارس اللغه بشكل يومي، بحيث ان انا كده يبقى لساني متعود ان انا ارد على اي حد بالانجليش، يبقى الموضوع سهل بالنسبه لي. فهو ممكن يوصل لباند 7، بس هي الفكره ان هي محتاجه ممارسه. كل ما انت بتمارس اللغه كل ما تلاقي نفسك بقيت confident، عندك الثقه، هتقدر تجاوب على اي سؤال. هيبقى مثلا انت مثلا let's say كمان من نوع الممارسه ان انت بتسمع انجليش، بتقرا بالانجليش، كل ده بيزود من حصيله اللغه، وان انت بتحاول بقى تتكلم ايه ترفلكت على اللي انت اتعلمته او اللي انت it is possible. اوكي، بس تلاقي ناس كتير بتقول انا بفهم كويس قوي، بس اجي اتكلم تلاقي لساني مربوط مش عارفه اتكلم. ما ده من التوتر ان هما ما عندهمش الثقه، او مش هقول ما عندهمش الثقه، ممكن موسلي يعني بيبقى حاسس ان هو انا محتاج ارتب الافكار في دماغي واشوف انا هقول ايه، لانه بيبقى عنده عايز يتاكد ان هو بيقول الجمله grammatically correct، انا بقولها بشكل صحيح وان ما فيهاش اخطاء، فبيقعد بيفكر في ترتيب الجمله. فدي برضو نقطة مهمة قوي، انه لما students مثلا في امتحان الايلتس السبيكينج بارت المحادثة صحح لنفسه، دي حاجة كويسة ان هو عنده awareness بالاخطاء اللي هو بيعملها. يعني مثلا لو قال مثلا he or، بعدين اكتشف ايه ده انا قلت he or، لا انا قصدي he is، فذاتس أوكي. good ان هو عنده ادراك باللي هو بيقوله، بيقدر يصلح لنفسه. انه بياخد وقت ده في التفكير، مفيش انه براكتس. سجل، اعمل ريكورد، سجل لنفسك وانت بتتكلم علشان تتدرب، حاول تتكلم مع الناس بالانجلش كتير، تشات جي بي تي وهكذا. So now moving to Kevin, I want to ask you, what are the common mistakes that you think students do that get them a very low band score in the speaking test? Some of the common mistakes that students might make is overusing complicated language just for the sake of using it. Okay. IELTS is, of course, you want to show your range of language, but that's what you need to show, the range of language. And the range includes the more complicated idiomatic language and even the simple language as well. You need to have a mix of it. If you ever watched Friends, you might remember the scene where Joey tried to translate everything with a thesaurus and it made no sense afterwards. That's the situation. Okay. So that's one thing. So if you are going to use complicated or more idiomatic language, it has to make sense in its context. It has to flow naturally, and don't just use it for the sake of using it. Another common mistake is when students try to directly translate from their own language. I understand the pressure of the exam might lead them to say, just say something. And when they translate more from their first language, it might not have the same impact in English or the same meaning. So students need to make sure that any vocabulary that they're using or they're learning, that they learn how to use it in its right context before they take the exam. Okay, so you mean if I'm preparing my vocabulary for the exam, I have to do two things. Number one, understand the right context in which this word actually has a meaning. So the large sentence, like where I can use it actually. And the second thing is I will not use it for the sake of I don't want to lose my preparation, just that I have learned it before the exam. No, I have to use it if I'm really in need for it. Exactly. If they have no other reason to use it, then just slipping it in there is not going to do anything for you. Might even have the opposite effect. And I do have a very important question for you right now. The accent, is it actually something that the examiner looks for in the student when they are speaking? Do I have to say, how really, like that? Or I just have to naturally speak in my own accent that I have learned English in? Speaking as a Scotsman, if accent were a problem, I've probably already lost marks. Okay. No, there is a plethora of accents out there. There isn't a single American accent. There isn't a single British accent. Within those two countries alone, there are so many different accents based on the region. And if you go to other speaking countries, Australia, New Zealand, South Africa, Canada, for example, there's going to be even more. So if accent is the question, where do you go? Which accent do you take? Yeah.
also, accent is really a part of your personal identity and linguistic identity. So if you want to have an accent, go ahead, pick up on an accent. That's up to you, but it's not the main thing that we're looking for in the speaking. Okay. The main thing that we want to look for is, do you have the correct sounds? Can you do advanced linking features? And they're all possible depending on your accent. Sorry, even if you have You a don't different have the accent. Yes. So you mean if I'm speaking fluently in an accent that's not so British, it's okay to go ahead with this accent rather than going with a British accent but being slow while speaking? Exactly. If you look at the band descriptors, which are publicly available for candidates to look at, the word accent isn't even mentioned until score 8 in pronunciation. Okay. It's only mentioned in band 8 and band 9, where it says that your accent has minimal or no effect on understanding. Okay, thank you. So it's really not important at all. Wow, this is, comforting. طيب أسيل، عايزة أسألك كمصريين أو عرب مش native speakers، جزء السبيكينج بيكون من أصعب الأجزاء، بنتوتر، بنخاف، مش عارفة هنسى الأفكار اللي أنا مرتباها، هتديني سؤال أو هيديني سؤال أنا عمري ما شفته قبل كده، إزاي أتغلب على التوتر ده وأنظم أفكاري بسرعة؟ تمام. هو في برضو حاجة تانية أحيانا برضو في النطق، لأن ساعات مثلا الحاجات اللي ممكن تأثر على الستودنتس في السكور النطق الكلمات. فلو مثلا في بعض الستودنتس عايز يحسن البرونسيشن بتاعته، في ممكن مثلا الابليكيشن بتاع البريتش كونسل Learn English Sounds Right، في برضو اللي هو تبع البي بي سي Tim's pronunciation. دي حاجات دي tutorials ممكن تساعد اللي هو الطالب ان هو ازاي يقوي نفسه من ناحية البرونسيشن والنطق والحاجات اللي هو حاسس ان هو عنده اخطاء فيها وعايز يشتغل عليها. اما بقى لو انا مثلا عايزة انظم افكاري وابقى عارف ازاي ارد بسرعة، فزي ما انا قلت ان انا ممكن اسجل لنفسي. فانا مثلا هلاقي مثلا اخش من اي resources زي بتاعه البريتش كونسل، اشوف اللي هو السبيكينج تيست واشوف الاسئله واسجل لنفسي واجاوب على الاسئله دي، واشوف هل انا عرفت ارد على الاسئله دي ولا خدت وقت طويل في الاجابه. اوكي تمام. في مثلا part 2 دي usually بتبقى challenging، ان انت بيبقى عندك topic وبيديكي دقيقه تحضري وبعد كده دقيقه لدقيقتين تتكلمي. فاحيانا اللي بيحصل ان الستودنتس بيبدا يكرر نفس اللي هو قاله، لان هو حاسس ان هو انا ما عنديش افكار تانية، ودقيقة ودقيقتين لسه شغالين، ودقيقه ودقيقتين ما كملش اصلا الدقيقه، ممكن في نص ثانيه 30 ثانيه يعني لا نفسه انا خلصت، وهو المفروض يكمل من دقيقه لدقيقتين. طب هنعمل ايه بقى؟ ففي كده هاك بيبر كليبس عشان تساعد الستودنتس ازاي يشوف وعنده ادراك باللي هو بيقوله. ان انا let's say مثلا part 2 ان انا المفروض اتكلم عن topic let's say مثلا favorite gift او مثلا your childhood friend. فانا مثلا هبدا اتكلم، فانا let's say قلت اول جمله my friend that I met since I was 7 years old blah blah blah. ادي اول جمله انا قلتها. فبنزل one paper clip. مثلا قلت جمله تانية ما كررتش، هنزل واحده تانية وهكذا. فانتي بيبقى عندك ادراك، بتشوفي انتي مثلا قدرتي تقولي كام جمله جديده من غير ما تعيدي نفسك. اوكي، ده في البراكتس في البيت بالظبط كده. فده يساعد. والريكوردينج طبعا، وممكن برضو تستعيني بصديقنا الصدوق ChatGPT. اكزاكتلي. فمثلا قولي انا والله كنت بسجل لنفسي ولقيت نفسي ان انا بكرر، او ان انا مثلا المفروض اتكلم عن هديه جات لي من صديقي الصدوق وده الكلام اللي انا قلته وانا مش عارفه اقول كلام ايه تاني، فقول لي مثلا ايه الكلمات اللي انا ممكن اقولها اوصف، او ايه الافكار اللي انا ممكن ازودها على اجابه السؤال ده. اوكي، يعني ابراكتس لوحدي في البيت، احاول اشوف common questions على النت على موقع البريتش كونسل او المواقع التانية واسجل لنفسي. ممكن ارفع ريكوردنج لو عندي تشات جي بي تي بلس، لو مش عندي احاول انا اسمع واشوف انا تهت انا وقفت، واحاول اعد الجمل الكامله اللي انا قلتها. بالظبط. وممكن برضو لو مثلا انت عايز تبراكتس مع حد، لا يعني ممكن اصلا البيبر كليب لو انت حاسس انك هتتلخبط وممكن مش مركز وتبقى مركز على البيبر كليبس، ممكن تستعين بالصديق ان اكشوال فريند مش تشات جي بي تي بس، وانه مثلا تقول له بص انا هتكلم عن التوبيك ده وشوف انا قلت كام جمله، وشوف لو انا كررت وايه الجمل اللي انا كررتها، فيخلي مثلا او حتى لو حد هو عارفه هيعمل الايلتس مع هما الاثنين يبراكتس مع بعض. فهو بيقولوا مثلا يدوا لبعض فيدباك، ده انت في جمله قعدت تكررها او في كلمه قعدت تكررها كتير قوي. فالفيدباك ده هيخلي ان هو عنده awareness باللي هو ايه اللي عمله، لو في مثلا اي mistakes اتعملت، نطق، الحاجات دي كلها. فهي practice. Okay, so moving to the second section, the writing section. I want to ask you, Kevin,
Can you give me a brief introduction about the writing? Because writing in the IELTS exam is very different than any other English test. Certainly. So there are 2 tasks to complete. They're called Task 1 and Task 2. How creative. And the Task 1 is basically a reporting task. You are given some data and all you're asked to do is report on that data. That could be data in a bar chart, a line graph, pie chart, a map even, which could be comparing times before now and the time now and making comparisons between those two. You don't have to give your opinions on these, you just have to analyze the important parts of that data. And then put it in a paragraph. And put it in a paragraph. Okay. So this is task 1. What about task 2? So in writing task 2, it is basically an essay. And there are different types of questions that you might get in that. You might be given an opinion question, which is usually to what extent do you agree with a particular statement, where you can either go fully agree, fully disagree, or weigh up both sides and find some middle ground. You might have a question which asks you what the advantages or the disadvantages of a certain thing are. You just need to discuss both sides of those. And you might be given a problem and you're asked to find some kind of solution to that problem. Okay. Those are the main types of questions that you might get in task 2. And it's worth 2/3 of the writing grade. Okay, so these are the only 2 tasks that I have. Exactly. Amazing. And what are the ways I can improve my writing quickly? Now, I have to tell you this, for students who are preparing for the scholarships, they have a maximum of 3 to 4 months to take this exam while they are already in grade 12 and studying for their exams. So how can I improve my writing quickly? First step, reading. Reading is the complementary skill of writing. Writing is, of course, a productive skill, and reading is the receptive skill. After somebody has written something, it's available for reading. So by reading similar looking essays, you can compare what is going to be expected in the exam. This kind of structure will be good for task 1. This kind of structure will be good for task 2. There are definitely model answers for some past papers available on the internet. So I would say first compare those, and then of course have a practice of them yourself. If there is a model answer included, compare your answer to the model answer. If not, or you would like a second opinion, then you can always pass that on to someone who has a good grasp of English, like especially. A teacher. Like a teacher, Yeah. a tutor. Because one of the issues with productive skills is that you might think you understand something, but without any real feedback on it, what you think could be wrong. So yeah, I think I just described it very clearly, but it is not. Exactly. Also review your own answer. See, because when you're writing it in the heat of the moment, and when you look back on it later, it might be different as well. So be your own judge first. Okay. Check model answer if there is one, and get a tutor's feedback if available. Okay, amazing. And you mentioned the very important part, being critical on my own writing. How can I criticize my own writing when I'm second reading it in the exam? Like how to look at it with a fresh point of view. Sometimes you just have to play devil's advocate in this. Sometimes you might just have to argue a point which maybe you don't agree with, but it will help you to get more information on the page. I mentioned earlier that you shouldn't just use words for the sake of using words. However, if you can find opposite sides of the argument that other people might criticize, when it comes to debating, you might want to be prepared for these kind of things. That skill also goes into the writing. Just thinking about what are the other sides of the argument. How can I argue against that and put that into my writing? This is so deep. Very deep, yes. It needs like a very critical mindset. So I want to ask you this. When the examiner reviews my essay or my paragraph in task number 1, what are they looking at? My vocabulary, the ideas I wrote, or the grammar?
They are looking at everything for sure, but if you think that you're being marked on 4 main descriptors here, the grammar and vocabulary, they come by themselves under 2 descriptors, and your ideas come under a different descriptor. So if you combine it all together, your use of language outweighs the ideas. Okay. So that is one of the things to focus on more. Of course, you need to make sure your ideas are relevant to the task, otherwise you would run the risk of getting a score because the descriptor says these are memorized answers. But as long as you do touch on the task and your language is good enough to describe that, it should all come together. Okay, so I want to ask you this. If I do have multiple points to mention, Yep. Should I focus on 2 to 3 points and get them good grammar and use of vocabulary? Or should I mention all of them and not focus that much on describing them in the right way? Are you still talking about task 1? Yes. Yeah, so in task 1, the main thing is that you have to look for 3 main ideas. You want to start with the most important one. What's the most significant part of this data? And then you're looking at maybe 2 other significant pieces of data. You don't have to describe everything. If you describe everything, then you don't really have that critical thinking skill and you're just describing it. That's part of what the task achievement is that you're able to select the data appropriately. Okay, and for task 2? And for task 2, again, if it's, for example, do you agree or disagree, you want to have maybe a couple of points for each side, the points which support your agreement, a couple of points to support your disagreement, and then conclude by putting them together and saying, where do you lie? What side of the fence are you? Okay, so 2 to 3, 2 to 3. Yeah. With or against. Exactly. اوكي طيب أسيل، أنا عايز أسألك على حاجة مهمة جدا. إحنا كجنزي إيدينا ورجلينا بقت تشات جي بي تي، لا بنكتب عربي ولا بنكتب إنجلش. أنا دلوقتي كحد بيريلاي على تشات جي بي تي في إيميلاتي، في الحاجات اللي ببعتها للجامعة أو في المدرسة، إزاي أبدأ أتعود إن أنا أكتب اساي بالإنجلش بسرعة وأنظم أفكاري حتى لو عندي فوكابلري مش كبير قوي الفترة دي؟ هو عامة الشات جي بي تي حاسة بقى صديقنا الصدوق، وبقى يعني انه ما نقدرش نعيش من غيره. صح. يعني بس we can still use it، ممكن نقدر نستعمله بطريقة تفيدنا حتى لو احنا بناخد امتحان الايلتس. طيب انا لو دلوقتي عندي let's say امتحان writing task 2 عايزة اتدرب عليه وعايزة احسن من نفسي، او حتى writing task 1 وانظم افكار. writing task 2 بيديلك وقت 40 دقيقة تحلي، يعني مثلا writing task 1 ليكي وقت 20 دقيقة وتاسك 2 40 دقيقة. ال 40 دقيقة دولت خد من وقتك 10 دقايق تنظم أفكارك. اقرا الموضوع كويس، اعمل مثلا اللي هي brainstorming techniques زي المايند ماب، بيسموها الأفكار الذهنية، المايند ماب مثلا، او مثلا حتى الخريطه الذهنيه ان انا احط سيركل واطلع منها حاجات. بالظبط كده، خريطه ذهنيه، او مثلا bullet points، عناصر لو انا مثلا هتكلم عن advantages and disadvantages of using ChatGPT these days مثلا، فانا هحط bullet points. مثلا اوكي advantages using ChatGPT هحط مثلا 1 2 3، disadvantages 1 2 3. طيب هفكر مثلا ايه الاكزامبلز اللي انا ممكن اضيفها على النقاط اللي انا حطيتها دي. فال10 دقايق دولت مهمين جدا، حتى لو ربع ساعة مش مشكلة، بس الوقت ده ان انت بتنظم افكارك، لان انت وانس ما تبدأ تبدأ تكتب، انت اوريدي خلاص عارف انت هتكتب ايه في كل نقطة، فالافكار موجودة، الاكزامبلز موجودة، خلاص انا كل حاجة جاهزة، انا دلوقتي هكتب. اوكي، فالسر في التحضير الاول. بالزبط. وفي حاجة تانية كمان، أصلا أي essay بيبقى فيه structure معين، يعني أنا عارف إن أنا هبدأ الانترودكشن بتاعتي الأول، وبعد كده هيجيلي بقى البادي، وبعدين في الآخر الكونكلوجن. فأنا مثلا أنا لازم أبقى عارف أنا هكتب إيه في الانترودكشن، هكتب إيه في البادي، هكتب إيه في الكونكلوجن، هنظم الحاجات دي إزاي بتاعتي. يعني إحنا مثلا لو اتكلمنا على الادفانتجز and disadvantages، فخلاص أنا كتبت المقدمة، دلوقتي انا هعمل مثلا في البودي ادي باراجراف هتكلم فيه على الادفانتجز، وباراجراف تاني هتكلم فيه على الديسادفانتجز. خلاص انا افكاري منظمه، دلوقتي هخش على الكونكلوجن، وشكرا، باي باي.
اوكي، بس ناس بالذات اللي بياخدوا الكمبيوتر بيزد اكزام يقول لك انا هكتب، ولما يجي لي حاجه جديده ما انا هزود، ممكن امسح عادي، يعني عكس البيبر اللي ما ينفعش امسح فيها. هكتب و I'll figure things out عشان الوقت ما يضيعش مني. هل ده يعني طريق صح برضو؟ بس حتى لو هما هياخدوا الكمبيوتر بيست، فمهم جدا برضو انظم افكار. لان انا لو مثلا هتكلم let's say زي ما انا قلت advantages and disadvantages of using ChatGPT، ما هو انا لازم اعرف انا هكتب ايه، مش هقعد كده اسرح واقعد لان ممكن الوقت يضيع مني. ففكرة ان انا عندي مديت لنفسي وقت 10 دقايق ربع ساعة ان انا انظم الافكار سواء paper based او computer based، ده هيساعدك في الكتاب، انت خلاص عارف انت هتكتب ايه. زي مثلا لو واحد بيعمل برزنتيشن، هو لازم ينظم افكاره، مش هتقول انك تخش تحط كده في وش المدفع خش بريزنت. ادي لنفسك وقت تنظم افكارك قبل ما تكتب، ده مهم جدا، وهتبقى عارف انت هتكتب ايه وهتقول ايه. علشان ممكن وانت مثلا بتكتب تلاقي النقطة اللي انا كتبتها دي مش مناسبة مع القطعة، لا انا هغيرها. حاجة تانية برضو، ان احنا لما نيجي نتكلم عن مثلا let's say زي ما انا قلت اللي هو نفس التوبيك advantages disadvantages of using ChatGPT، افكر برضو من منظور مختلف. يعني مثلا ما اتكلمش على الادفانتجز من منظوري انا كطالب بس، ممكن اتكلم عنه من منظور المؤسسة التعليمية، شايفينه ازاي الادفانتجز بالنسبة لهم والديسادفانتجز بالنسبة لهم، منظور المدرس، الاهالي، وهكذا. فانا كده بوسع من الافكار وبدي لنفسي حاجات مختلفة. فدايما لما تفكر في توبيك شوفه من منظور ناس مختلفة عشان يديلك افكار وتعرف ان انت هتتكلم عن، يعني مش بس من ناحيتك انت. opinion essay برضو انت بتتكلم من رأيك الشخصي، فدي ممكن انت ساعتها بقى تتكلم عن الموضوع ده. اوكي، طيب في طلبه كتير بتحب تحط supporting details، يعني تحط statistics او احصائيات بتسبورت الحاجه النقطه اللي هي بتتكلم فيها. هل لو انا في حاجه قراتها في يوم من الايام وفاكراها نوعا ما وحطيتها، هل هم هيروحوا يتشك النقطه اللي انا قلتها دي صح ولا غلط؟ لا، مثلا انت ممكن تكتبي مثلا انا I read a recent research about كذا 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 and you explain ايه كان الريسيرش عنه وخلاص، مش مشكلة. مش لا، هيرجعوا اصل في هو دي. مش، يعني انت مش بتعملي بحث علمي ولازم تحطي المصادر بتاعتك، انت بتكتبي essay. فانت ممكن مثلا حاجه خبر شفتيه او مثلا حاجه شفتيها على التلفزيون ممكن تمنشن this وخلاص عادي. بالعكس ده بيبقى حاجه كويسه، ده examples وان انت بتسبورتي البوينت اللي انت كتبتيه، فدي حاجه كويسه طبعا. طيب هل في غلطات ممكن يعدوها بهدف انه انا بكتب بسرعه او تحت ضغط؟ حاجه زي مثلا يت حد كتبها بالاي، ذات حد نزل الاي اللي فيها، هل الحاجات دي ممكن يعدوها عشان انا بكتب بسرعه؟ سبيلنج مهم جدا. اوكي. السبيلنج بيأثر على السكور، كمان ادوات الترقيم، لو انا مثلا عملت الفول ستوب الكوما الحاجات دي كلها دي برضو مهمه. So Kevin, for students, for many of them, listening is a very tricky part because we're used to listening to a sitcom or a TV show or perhaps a content creator who's just telling us a recipe. And we can repeat these things over, we can read the subtitles. But for listening in the IELTS exam, it's a one take. If you did not listen to it, that's gone. So what are the strategies that I can use in order to score better in the listening? Yes, so as you mentioned, there are a ton of different types of listening media that you can listen to, and that's great, the ones that you've mentioned for social, but I think to practice listening for the IELTS test is going back to past papers, past listening tapes. Practice the questions with them, if they are available, of course, and one thing to think about is what's called active listening. Okay. Active listening means that you're actually making the effort to listen to the audio that's being played. And that doesn't matter if it's an IELTS listening or a kind of social listening, podcast, influencer video, any sitcom, whatever it is, because I can have something in the background of a language which I'm learning, let's say Arabic, and it can play as long as it wants, whether I'm paying attention to it or not. Yeah. It doesn't Like know. white noise beside White me. noise, for Yeah. example, yes. In fact, it doesn't even have to be of the language that I'm learning. It can be something in my native English that I'm listening to, or rather I have in the background. If I'm not paying attention to it, it's in one ear and out the other, basically. Yeah. So basically, to practice listening is you have to make the effort to understand what is being heard
If you don't have any questions to go on, one thing that I tell many of my students is to summarize what you've heard. Just write down 2 or 3 points that you understood from the listening. Okay. Because sometimes, not in the IELTS test, but in other listening practices, that might be a question about what is it about. Of course, if you really want strict exam practice, then try doing it with just one go through. Because that's all you're going to get in the exam. If you're doing it multiple times to try and get those answers, you're only cheating yourself. So you mentioned a very important point, which is summarizing what you have heard. But before that, we can actually take notes while listening to this part that is being introduced. And I see a lot of students doing this wrong thing, that they want to write the literal transcript of every single word that is being said. And I believe this is wrong because it's not time efficient. So taking notes is much more efficient. So should I focus on the expressions that they say and write it down, or the ideas or the names? Like, which notes should I take down? So you're talking about preparation, not the Yes. actual exam. Yes, exactly. Yeah, exactly. You don't have to take down absolutely everything. And when it comes to the IELTS test, you usually just have to write a few words for your answers. They'll always give you an instruction of how to answer the questions in both the listening and the reading. And it will usually say no more than 3 words, Okay. for example. And that's all you have to write down. You're not expected to write a ton of notes from what you've heard in the IELTS test. So when you're doing your own practice note taking as well, it doesn't have to be full sentences. And I think such short note taking is a skill which can apply not only to the listening part, but the other sections as well. Reading should be Yep. very efficient. Yeah. Writing as well, if you want to prepare before going into actually writing the essay itself. So, to summarize that, no, you don't have to write absolutely everything, just what you need. طيب أسيلة، عايزة أنقل معاكي دلوقتي على بارت الريدنج أو القراءة بالنسبة للطلبة. الجزء ده very tricky لأن هو بيجيب لي زي articles من subjects مختلفة. ممكن ألاقي حاجة في التاريخ، حاجة في الجغرافيا، حاجة في العلوم بعد كده. فأنا إزاي أثقف نفسي بحيث إن أنا أقدر أفهم أي قطعة تجيلي حتى لو مش هفهم كل كلمة؟ practice أوكي، منين؟ من الامتحان نفسه، من الايلتس اكزامز اللي انت تاخدي قطعه بتاعت الايلتس اكزام تبراكتس عليها، مش ان انا اروح اقرا ارتكلز اكاديميك ارتكلز والحاجات دي، ان انا ابراكتس الايلتس اكزام نفسه واحط نفسي اندر الاكزام كونديشنز. يعني انا مثلا في الامتحان الريدنج ده انا عندي ساعه، فالساعه دي عندي 3 قطع وعندي 40 سؤال. هل انا عندي وقت ان انا اقرا القطعه بالتفصيل الممل؟ لا. هل عندي وقت ان انا اقعد افكر في كل سؤال؟ لا. الوقت بيجري. المفروض ان انت اصلا كل سؤال ياخد منك 20 دقيقة. اوكي. فانا علشان ادرب نفسي ويبقى عندي ثقة ان انا ابقى اشوف قطعة بتاعت الايلتس، يبقى اشتغل على حاجات ليها علاقة بالايلتس، الريدنجز بتاعت الايلتس باسجز، وامرن نفسي ازاي ان انا احلها في الوقت اللي انا مطلوب ان انا احل منه فيه. يعني مش لما ارجع بالليل كده اقعد اقرا قطعه في ساعه واحاول احلها، احط لا نفسي تحت الكونديشن. انت ممكن اصلا تبداي بحاجه بسيطه قوي، ان انا مثلا هما 3 قطع، هبدا باول قطعه وهشوف اول قطعه دي ممكن تاخد مني وقت قد ايه. اوكي. وادرب ماشي، انا مثلا لسه اول قطعه خدت مني نص ساعه 40 دقيقه، ماشي التارجت بتاعي ان انا احاول احل اول قطعه دي في 20 دقيقه واتدرب. لقيت نفسي مثلا بدات وصلت لمرحله انا قطعه واحده بقت بتاخد مني 20 دقيقه او اقل من 20 دقيقه، حلو، نزود التشالنج قطعتين في 40 دقيقه. عرفت اعمل كده تمام، 3 قطع في ساعه. فهي كلها ان انت بتدربي نفسك، مش ان انا اروح اقرا بقى اقعد اتسلى. انا هشوف قطعه عن التاريخ اقراها، اصلا انت ما تعرفيش هيجي ايه اصلا. صح. فاحسن حاجه ان انت تدربي نفسك على الاكزام سكيلز علشان تعرفي تحلي الريدنج صح. اوكي، ازاي اقرا قطعه بسرعه؟ يعني اسكانت كده بعيني ازاي واطلع المين ايدياز؟ بالظبط. اصلا الاكزام سكيلز دي تكنيكلي احنا بنعملها باللغه بتاعتنا بالعربي، سكيمينج، اقرا بسرعه، وسكان لو انا بدور على حاجه معينه. يعني انا مثلا لو قلت لك والله يا ملك ممكن تشوفي لي ميعاد المسلسل ده الساعه كام، واديت لك مثلا بتاعه لستة مسلسلات بالمواعيد، هتدوري بسرعه وطلعها لي في ثواني، مش هتقعدي تقري كل واحده. صح؟ نفس الشيء.
بس هي الفكره علشان هو بالنسبه له ان العربي لغه الام، فسهل الموضوع، انا عارفه انا بدور عليه، والانجليزي صعب، فبيحس ان هو انا لازم اقرا كل كلمه، لازم افهم كل كلمه. ممكن اصلا حتى القطعه اللي بتجيله let's say مثلا عن الفاشن، وهو ما بيحبش الفاشن، او مثلا عن التاريخ، مثلا سنسانية اكاديميك، مثلا حاجه ليها علاقه بالتاريخ، مثلا الحضاره الاغريقيه، إيه، مضطره اقراها واحل الاسئله، طب اعمل ايه؟ هحل. فانا عشان كده نتدرب على الامتحان نفسه ان انا اقرا بسرعه، كانه بس تاسك بعمله، مطلوب مني اخلص حاجه في 20 دقيقه، فانا اتدرب في ال 20 دقيقه زي ان انا احل السؤال، اقرا بسرعه، اخد الافكار اللي انا عايزاها. في مثلا حاجه انا دايما بنصح بيها الطلبه، اقرا الاسئله الاول صح. قبل ما تخش على القطعه. اعرف انا بدور على ايه في القطعه اللي انا بالظبط، داخله اقراها. لان انت اصلا وانت بتقري الاسئله هتشوفي الكي ووردز، فهتبقي اوريدي عندك الفكره بالاسئله، الانواع الاسئله اللي هتجيلك، ومثلا انت بتدوري عليه. فلما تيجي بقى تبداي في القطع، ثانيه انا فاكره في سؤال كان سأل عن تاريخ حاجه، انا شفت التاريخ اهو. واروح على طول موصله بيه. بالظبط كده. اوكي. وابقى بمانج التايم بتاعي جوه الامتحان ازاي؟ يعني امتى احس ان انا خلاص انا هسيب هسيب البارت ده الاول واحده وادخل على الثانيه على طول؟ بصي، هو كل سؤال مفروض ان انت ياخد منك دقيقه ونص. اوكي. لو لقيتي ان في سؤال واخد منك وقت طويل، موف اون، سكيب. درجه، هي في الأول وفي الاخر درجه. بالظبط. move on to the next one على طول، كملي. ولو عندك وقت ارجعي له بعدين. لو ما كانش، لو let's say مثلا let's say كان سؤال true false not given، خمني اي حاجه وخلاص، بس ما تضيعيش وقت. اوكي، ما افضلش هو انا والسؤال اهو، ولا في الاخر اللي لو هو يا عندي انا يا وقت انت النهارده بقى، لا لا، move on على طول، نخلص. ولو في وقت، علشان انت اوريدي عندك هما 3 قطع، وانت ان توتال عندك مثلا حوالي من بين 2500 2700 كلمه بتقريها، مش هتقعدي تقري بكل كلمه تقعدي تفكري بقى ده معناها ايه ده، او تقفي عند الكلمه انا الكلمه دي مجنناني انا محتاجه اعرف معناها. لا خالص، ما دي part of the exam skills، ان انا اشوف زي مثلا اللغه العربيه بتاعت، انا لو هقرا روايه مكتوبه باللغه الفصحى، هقراها وافهم المضمون، لو في كلمه مش عارفاها خلاص ما انا فاهمه المضمون. نفس الشيء بالانجليزي كده في الامتحان، انك تفهم المضمون والمحتوى، لان اجان هو بيتعامل معاك انك طالب ايه، كانوا واحد نيتيف سبيكرز بيقرا ارتكل، وانت هتعرف تمانج الموضوع ده ولا لا، وهتلاقي نفسك ان انت لازم تترجم كل كلمه وتحتاج مساعده وسبورت. طب اديني تيبس اند تريكس واضحه امشي بيها. ماشي. مثلا هو اصلا في امتحان الريدنج بيبقى كل سؤال ليه التبس والتريكس بتاعه، فمثلا ناخد سؤال زي true false not given. التيبس اند تريكس بتاعته ان الستيتمنتس بتيجي الاجابات بتاعتها بتمشي بنفس الاوردر بتاعت الباسجز. فمثلا let's say انا قريت اول ستيتمنت ولقيت ان الاجابه بتاعتها في باراجراف بي، وخلاص جاوبت عليها، هروح عند السكند ستيتمنت، لما اجي ادور على الاجابه بتاعتها مش هروح للباراجراف ايه اللي انا عملت له سكيب، لا، يا اما في باراجراف بي، ما انا مثلا لسه الاجابه كانت في اول فقره خالص، نفس الباراجراف اول جمله، يا اما تبقى في النص يا في الاخر، فيو موف فورورد. اوكي. فدي part of the tips and tricks، ان انت الاجابات نفس الاوردر بتاعت الباسجز، فمش هتضطري بقى ترجعي اللي فات وتقعدي تدوري على الاجابه، فانت كده you're saving time. في حاجه كمان انه مثلا في ال true false not given، انه لازم يبقى عارفين ان لازم يكون في من الستيتمنتس اللي بتيجي لازم يكون في واحده فيهم not given، واحده او 2 not given، مفيش، ينفعش كله يبقى true or false. اوكي. not given اللي هو المعلومات اللي في القطعه ما تقدرش تخليني احدد اذا كانت الجمله دي صح ولا غلط. بالظبط كده، بالظبط كده. فدي من ضمن التيبس اند تريكس اللي ممكن تساعدك، ان انت عارف ان انا همشي بالترتيب القطع، فانا مش هضيع وقت انا اقعد اقرا تاني اللي فات and you move on. بس طبعا مش في كل انواع الاسئله بيبقى فيها نفس الفكره ان انت بتمشي بترتيب القطع، فهي بتعتمد على السؤال. عشان كده احنا بنتدرب عشان نشوف مثلا كل سؤال ايه التيبس اند تريكس اللي انا ممكن استعملها، وايه اتدرب عليها بحيث ان هي تساعدني في توفير الوقت وانا اقدر احل واجاوب كويس. So we have concluded the sections of the exam and some tips and tricks for each. And I want to ask you some general questions. So Kevin, tell me, if I am starting today and my exam is after 3 or 4 months and I want to score a band 7 or higher, what actions can I start today? What habits can I build today? So if you are starting preparing for today, then first of all, you want to put your environment as much as you can, as much as feasible in your daily life, into English. That comes under what you might read, what you might listen to. Of course, when you're speaking with your native friends and colleagues day to day, we're not expecting to do that in English. However, if there is an opportunity to do so, then any practice would be great for that. But if we're thinking about that you've got
an exam coming in 3 or 4 months and you need to start preparing, I think one of the things which might let people down is not that they don't have the language, it's that they don't have the exam skills. Even if a native speaker is going to take this exam, you would expect that they would do brilliantly, but if they don't have the skills, for example, to complete 40 reading questions in 1 hour, then even they might struggle. So developing your exam skills, first of all, for all of the skills would be something to focus on, especially if you feel that you're confident with the language itself. طيب أسيل، عايزة أسألك في البريباريشن بتاع الامتحان، هل ممارستي اليومية للإنجليش أهم ولا إن أنا أعرف أكتر عن الامتحان والتيبس اند تريكس بتاعته؟ هفاجئك في الإجابة، اه الاتنين مهمين. اوكي. بصي، اصلا ما ينفعش اكون انا مثلا مستواي في الانجليزي لسه مبتدئ ويبقى عندي طموح ان انا اجيب باند 6 او 7، فده معناه ان في جاب كبير، فانا لازم اشتغل على الاتنين، لازم امارس اللغة بشكل يومي واتدرب كمان على الاكزام سكيلز. فحتى لو واحد برضو شايف مستواه في الانجليزي كويس زي ما كيفن قال، برضو البراكتس مهم جدا عشان انت برضو بتتدرب على الاكزام سكيلز، وبرضه لازم تكونتينيو براكتسينج اللغة بشكل يومي عشان هتتعلم كلمات جديدة، بتمارس، هتقدر تشوف انت بتقول ايه وبتتجاوب ازاي باللغة والحاجات دي كلها. اوكي، طب عندك ادفايس واحد تديه للستودنتس اللي هيبداوا رحلتهم دلوقتي وبعد 3 شهور ان شاء الله ياخدوا الامتحان؟ بس انا عارفه ان النصيحه دي اتقالت كتير واتهرست كتير قوي، بس هي ما فيش، ولسه كمان قايله، بس هي ما فيش غير براكتس براكتس براكتس. اوكي، كل يوم. كل يوم حاول تخصص لنفسك وقت انك تتدرب فيه، ساعه في يومك، ساعتين على حسب، لانه حتى لو انت مثلا let's say واحد شايف ان هو انا confident قوي في السبيكينج وفي الليسننج، مش محتاجه اتدرب فيهم، لا انا عارف ان انا هجاوب كويس، بس انت يوم الامتحان نفسه انت ما تعرفش حالتك هتبقى عامل ازاي، ممكن تتوتر، ممكن مثلا يحصل حاجه مثلا وانت رايح الامتحان اتاخرت او اي ظرف حصل فتوترت فاثر على ادائك يوم الامتحان. ممكن مثلا let's say مثلا الاكزامينر سألك أسئلة عن الفاشن وانت مالكش في الفاشن، مش هتقوله سوري ممكن نغير السؤال؟ obviously not يعني. فلازم، فانت الفكرة ان انت تتدرب على topics مختلفة وتبقى عارف ازاي تجاوب على different topics، تبقى exposed كمان، يبقى عندك مثلا في الريدنج تقرأ مواضيع مختلفة من الامتحان علشان ده هيحسن يعني. ومش شرط مثلا تبقى عارف كل كلمة انت بتقراها، هي الفكرة ان انت تبقى فاهم المضمون عن ايه وفاهم السؤال بيسألك على ايه ويبقى عارف الكلمات والمرادفات بتاعتها. في كمان احيانا بيبقى كتب كمان يعني هي ايلتس بس general English، يعني هي يعني بتدربك على الاكزام سكيلز وفي نفس الوقت بتقوي اللغة، يعني في حاجات بتبقى تركز على الجرامر، الفوكابري، الحاجات الفيري كومن اللي ممكن تصادفك، يعني مثلا tenses معينة هتحتاجها لما تيجي تكتب essay، او مثلا tenses محتاجها في التاسك نمبر 1. فالبراكتس هتساعدك حتى لو في سكيل انت واثق منها 100%، اتدرب عليها، حط نفسك under الإكزام conditions، حاول مثلا let's say تتكلم عن موضوع 4-5 دقايق، دقيقتين، اكتب essay في ساعة اللي هو تاسك 1 وتاسك 2، اعمل الرايتنج في ساعة، الليسننج ان انا اكتب صح، السبيلنجز مهم جدا، البنكشويشن مهم، او ما فيش بنكشويشن قوي بس هو السبيلنجز اللي بيركزوا عليه، ما فيش فرق ما بين امريكان او انجلش، both are fine، بس الفكرة ان انت كتبت الكلمة صح. اوكي. البنكشويشن من ناحيه، يعني البنكشويشن من ناحيه اللي هو الكابيتال لترز وكده، مش قصدي يعني الفول ستوب والحاجات دي، بس ان انت كتبتي الكابيتال لتر صح للاسم، للكونتري مثلا، الحاجات دي. الريدنج برضو مهم، ان انت تعرفي to manage your time في خلال ساعه ان انا احل 3 passages، فمفيش غير البراكتس. اوكي، براكتس والتزام، بالظبط، ان انا امارس وابقى ملتزم في البراكتسنج ده، ما اقولش ان انا هاجي قبلها باسبوعين 3 هتصرف، وما اجيش ان انا اقلل من قيمه سكيل حتى لو انا عارف ان انا كويس شاطر فيها، لان انت اجان يوم الامتحان ما تعرفش ايه اللي هيحصل، السيتويشن هيبقى عامل ازاي، anything can happen. Yes, definitely. Okay, Kevin, now I want to ask you about this. When can I feel that I'm ready for the exam? That's quite a deep and open question. That is down to the candidate themselves. There isn't a specific measure as to when a candidate would be ready for the exam, except for the candidate knowing themselves. If you feel like you are comfortable in using the language,
if you feel like you're comfortable in answering the IELTS type questions, then I think that's when you can say you are ready. Yeah, definitely. Thank you guys. Thank you all for watching. زي ما كيفن كان بيقول دلوقتي انه انتوا اللي بايديكم تنجحوا او تعدوا الامتحان ده بالباند سكور اللي انتوا عايزينه. فكونك كملت لغايه هنا او كونك كملتي لغايه هنا ده معناه انتوا بجد عايزين تعملوا حاجه كويسه. واتمنى الفيديو ده او الانترفيو ده يكون مفيد بالنسبه لكم، نكون اديناكم كل حاجه نقدر عليها. Thank you guys so much for your time and thank you for the so British Thank you for having Council us. for having you today. هفكركم انه ده جزء صغنن من كورس كبير جدا عاملينه عن طريقه التقديم على السكولرشيبس او المنح خطوه بخطوه. اتمنى الكورس كله يبقى مفيد بالنسبه لكم واشوفكم في الانترفيو الجاي.